دكتور علي كريم مدير عام مصرف رافدين، تفضل هنا واذكر أمام الرأي العام أنك استلمت هذا المبلغ الدفعة الأولى. السلام عليكم. وعليكم السلام. تم استلام المبالغ الواردة في أدناه في الكشف التفصيلي أدناه اليوم بتاريخ 27/11/2022 بمبلغ إجمالي مقداره 182,678,344,000. هذه المبالغ وزعت على النحو التالي: مبالغ تم احتجازها من قبل البنك المركزي في أحد المصارف لحسابات المدعو نور زهير بمبلغ 67,963,331,000. مبالغ تم احتجازها وتحويلها، طبعا تم احتجازها من قبل البنك المركزي العراقي وتحويلها الى مصرف الرافدين الفرع الرئيسي. مبلغ 5 مليار في احدى الشركات العاصمه للصرافه. المبلغ اللي تم استلامه نقدا من خلال امر ضبط قضائي 39 مليون دولار و300 ألف، بالاضافه الى 16 مليار و900 مليون، بالإضافة إلى المبالغ اللي تم احتجازها من قبل فروعنا قبل أن يتم سحبها من قبل شركة المبدعون والقانت في فرعنا مصرف الحي العربي بمبلغ 1,169,988,000، وكذلك فرعنا في مصرف الوزيرية أيضا لشركة القانت 747,000,025، بالإضافة إلى مبالغ محتجزة لدى البنك المركزي العراقي بمبلغ 32,493,000,000. يكون المجموع الإجمالي 182,678,344,000. هذا المبلغ الآن في حسابك؟ في حساباتنا، جزء في شكل نقدي وجزء في حساباتنا المفتوحة لدى البنك المركزي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم.